انا اسمي ابراهيم محمد، شغال محاسب في شركة. جيت النهاردة عشان خاطر حبيت اجرب فكرة جديدة، يعني البرنامج عجبني فحبيت اجرب يعني فكرة جديدة. والنهاردة هتبقى حلقتي في برنامج مش تندر. اسمي سارة محمود وشغالة سكرتيرة في شركة عقارات. جيت النهاردة البرنامج عشان هي حاجة جديدة بالنسبة لي فقلت اجربها. ودي حلقتي من برنامج مش تندر. عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ خير الحمد لله، انت عامل ايه؟ الحمد لله. يلا بينا. يلا نبتدي. تختاري لون ايه؟ اسود. وانا احمر. مفيش اختيار اصلا. وانا اللي هبتدي كمان. يعني ليديز فيرست. يلا بسم الله. ما هي هتمشي. طيب انا هطلع. ايه الثلاث مشاكل اللي ممكن يدمروا اي علاقة؟ دي حاجات كتيرة قوي بس هقول لك اهمهم. ايه؟ اول حاجة الخيانة. تاني حاجة الكذب. اهم حاجة. بس الخيانة الاول بالنسبة للبنات عشان أكيد. طبعا انت هتطبل للرجالة. اكيد طبعا يعني. تالت حاجة البخل. البخل؟ ما اقدرش استحمله. تالت حاجة؟ ومش البخل ان هو يعني حاجة اساسية عندك. لا بس هي تالت حاجة. بس مش بخل ان هو ماديات او فلوس او كده، لا. بخل مشاعر. بخل مشاعر؟ بتفرق يعني. طبعا ان انت تبقى بخيل في مشاعرك دي حاجة ما اعتقدش ان حد يقدر يستحمل. لا بصراحة يعني بالذات المشاعر، بس الماديات عادي يعني يبقى بخيل عادي ماديات. لا كده مش خلاص بقى نطيره بقى مالناش دعوة. انت اللي هتلعب. عايز تديني تاني؟ يلا ماشي. تلاتة. انت غلبان قوي. في النقطة اللي انت فيها حاليا في كاريرك، تقدر تقولي انت مبسوط وراضي ولا لأ؟ ولو مبسوط او راضي ليه؟ هو الحمد لله طبعا يعني مبسوط الحمد لله. انما ليه؟ عشان خاطر الرضا. راضي، لا ده اهم حاجة في حياتنا يعني الرضا، ان انا اكون راضي على حاجة زي كده. وبعدين يعني الكارير اللي انا وصلت له لحد دلوقتي دي حاجة مش وحشة في ظل مصر يعني والكلام ده. لا الحمد لله. بعدين حاجة ان انت راضي. لا ده اهم حاجة الرضا. طول ما انا راضي الحمد لله يعني. انا اللي هضحك. كفاية عنصرية بقى. تتصور شكل حياتك ازاي بعد لما تكبر وتطلع على المعاش؟ هبقى عسل برضو. اكيد هبقى عسل. امال ابقى ايه يعني؟ عسل بس؟ مفيش حاجة تاني يعني؟ لا الصراحة انا عمري ما فكرت ان انا يعني اما اكبر وابقى عجوزة بقى واسناني تقع هبقى ايه او هبقى بعمل ايه، او يا ترى هبقى وصلت مثلا او راضي عن اللي انا وصلت له وقتها ولا لا. عمري ما فكرت في كده. عمري ما فكرت. لا. ولا تخيلتي اصلا لا. حاجه زي كده؟ الصراحه اصلا في حياتي انا ما بفكرش مثلا بكره ايه اللي هيحصل. انا بعيش اليوم بيومه كده عادي. يعني مش بتفكري بقى لا ما بشغلش دماغي خالص. على الله يعني. انا على الله يا جماعه. هتطلع. ماشي. ايه احلى هدايا جبتها لحد قبل كده؟ احلى هديه كانت والدتي. شكلك ما تجيبش هدايا اصلا. لا والله العظيم بجيب. لا والله بجيب، بس كانت والدتي. بس كنت صغير ساعتها في السن، كان عندي حوالي 10 سنين مثلا، وجبت لها ساعتها حاجه في المطبخ بس انا مش فاكر طبعا ايه هي، بس كانت هي فرحانه بيها قوي ساعتها. هما تجيب لهم اي حاجه في المطبخ بيطيروا بيها. يعني معرفش ليه. عشان كده هي ليه يا جماعه بتعملوا كده؟ ليه اهتماماتكم مطبخ بس؟ ده اهم حاجه عندهم اصلا، رقم واحد. مش انا يلا 4. لا انا برجع. التعبان انزل ولا اطلع؟ لا اخليني. انت انسان محترم. لا سوري اصلا انا الاسود. انا ليه لعبت بالاحمر مع ان انا زملكاويه؟ 1 2 3 4. هطلع. لو شفت حد بيحاول يقرب من الكراش بتاعك هتعمل ايه؟ هقتله. هدمره. ما تفكروش يا جماعه. بس انا ما عنديش كراش اصلا. بس يعني عادي يعني هو كان هيبقى لسه كراش يعني لسه ما فيش خطوات. لا بس لو في ما
مش هسيبه الصراحه. مش هتسيبيه طبعا طبعا. صح، انا قلت كده برضو يعني. يلا قول لي حاجه تضحكني موت. ايه ده يعني؟ وانت اصلا لو قلت لي اي حاجه انا هضحك. قول لي نكته. نكته؟ انت ايه انت كئيب ولا ولا ايه؟ يعني نكته يعني ان انت هتبقى واخده وقت الضحك في ساعتها، فان انا مش هعرف اضحك. طب قول لي النكته سخيفه. سخيفه؟ سؤال رخم. طب قول لي فزوره. مره واحد نكته. ماشي ده النكته ماشي. كان بتاع فراخ، تمام؟ فكان عنده فراخ، فكل يوم بيعدي على كمين، ففي ظابط بيوقفه، فبيقول له جبت اكل للفراخ؟ قال له جبت لهم ذره ومش عارف ايه والكلام دوت. قال له ازاي تجيب لهم ذره؟ انت المفروض تجيب لهم لانشون وجبنه رومي ومش عارف ايه والكلام دوت. قال له خلاص حاضر، من بكره هعمل الكلام دوت. فجه تاني يوم راح له برضه، عدى على نفس الظابط، ده جايب جبنه رومي ولانشون ومش عارف ايه. قال له انت ازاي تجيب جبنه رومي ولانشون ومش عارف ايه وكده؟ فهات لا انت المفروض تجيب ذره والكلام دوت. فعدى تالت يوم، جه قال له انت جبت ايه؟ قال له انا جبت ذره زي ما قلت لي امبارح. قال له لا ازاي، انت المفروض تجيب لانشون. قال له انا هديك انت فلوس وراح تاكلهم براحتك. انت هتقرفنا ولا ايه؟ شكرا. 4. انت الاسود. ايه انا ليه بلعب بالاحمر يا ابني؟ كنت اخترت ليه الاحمر بقى. يلا. لو هتتحول حشرة لمدة يوم واحد هتختار تبقى ايه؟ حشرة؟ هي وصلت للدرجات دي؟ حشرة. هبقى نملة. ايه ده؟ ايه نملة؟ نملة. اشمعنى نملة؟ طب اسألني ليه؟ هقول لك بقى، لأن هي صغنونة جدا وأكلها يعني لا يذكر، يعني أي حاجة في الأرض ممكن تاكلها عادي. انت ممكن تبقي دبان. وهقول لك حاجة بقى، ممكن استخبى من أي حد عادي، محدش يعرف يجيبني. طب ما انت ممكن تبقي دبان برضه، هتستخبي عادي واتلسع. لا قفايا موت لا. إنما النملة هستخبى في أي حتة. اسمع، غالبا في الديتس بتبقى متوتر ولا مستريح؟ لا بقى مستريح عادي. بعدين دي بترجع للتعود، بمعنى لو فيرست ديت لا هبقى عادي يعني. ايش ايه ده بجد؟ انا هبقى متوتره جدا، ده انا قلبي يعني يقعد يعمل كده. عشان خاطر مثلا انت مثلا لو ليك تجارب سابقه قبل كده، وانت اكيد ليك طبعا، فعادي يعني. الحمد لله. واحد ده السلام. ايه التجربه اللي حصلت لك في حياتك وغيرت من نظرتك للواقع كله؟ اسال تاني. التجربه اللي حصلت لي هقول لك. هحكي. لا انا هحكي لكم بقى قصتي. احنا هنعيش مع بعض النهارده. واحده صاحبتي من ايام المدرسه، يعني مثلا احنا فوق 20 سنه كنا اصحاب، خذلتني. ليه بقى؟ بسبب ايه؟ بسبب حد كانت بتحبه. بس عملت معايا موقف. بص البنت دي احنا تقريبا كنا عايشين مع بعض، هي ساكنه في اخر الشارع بتاعي. كنا في مدرسه مع بعض من KG 1 وكبرنا مع بعض، دخلنا الجامعه وتخرجنا، فاحنا حياتنا كانت واحده وحياه ربنا. عملت معايا حركه لو حد كنت عارفاه امبارح مش هيعملها معايا. انا روحت البيت اليوم ده والله عمري ما هنسى، انه انا كنت حاسه اني شاكه في كل الناس، انا مش قادره ادي ثقه لحد. ايه التدخل ما بين هي وصاحبها؟ يعني موقف بس مش عايزه احكي. صح. المهم ان هو غير حاجه، خلاني ما اثقش في حد خالص خالص. ايوه فاهم. 6 انت هتلعب تاني. بعيد عن التعليم. المفروض تسأل. انا الاتنين. ايه اكتر حاجه ندمت عليها في العلاقات السابقه بتاعتك؟ اكتر حاجه ندمت عليها اني خدت، يعني ان انا اتسرعت في كلمه مثلا بحبك او كده. يعني هي المفروض الكلمه دي تتقال بعد وقت طويل جدا، ان انت تفهم الكلمه دي اتقالت ليه، وان انت تكون عارف انت قلتها برضو عشان خاطر كذا وكذا وكذا.
في حاجات كتير ان انت اتسرعت. طب انت بعد ما اتسرعت وقلتها فانت كده مثلا اتحطيت بقى طب ليه؟ طب ما انت من الاول المفروض تبقى حاسب كنت حسبتك تتأنى. بالظبط، تبقى تتأنى. انتوا كده ما بتتأنوش في اختياراتكم يا جماعه خالص. اسأل. تفتكر انا بفكر في ايه دلوقتي بسرعه من غير ما تفكر؟ تفكري في ايه دلوقتي؟ في انك تقرا السؤال. محترم. لو النهارده اخر يوم في حياتك هتختار تقضيه ازاي؟ انا هسافر بره. فين؟ لندن. اشمعنى؟ انا بحبها. بحبها. هقضي اليوم كله هناك مش هتشوفوني. جميلة لندن الصراحة. هو انت اصلا انت ليه بتعمل معايا كده؟ نسيت والله. ليه بتعمل معايا كده؟ نسيت. مش هتعمل نفسك لا. ايه ده على فكرة العكس. انت العكس، بس على فكرة انت المفروض كنت تنسي. وترتك ما تنكرش. تالت. ايه الحاجة الوحيدة اللي في العالم اللي هتختار ما تشاركهاش مع حد؟ مراتي اكيد. جدع. تلات. ماشي. لو كسبت جايزة اليانسيب اول حاجة تشتريها ايه؟ هدوم كتيرة قوي عشان انا بحب الهدوم جدا يا جماعة. يعني اول حاجة شوبينج على طول، مش هفكر اصلا اصلا على طول. هجري. انت في ايه بقى؟ لا ده انت راشي الظهر. الحمد لله. بص، حب الناس يا جماعة. ده حب الناس. ده حب الظهر. بص بقى يا سيدي، لو تقدر تغير حاجة واحدة بس في شخصيتي هتكون ايه؟ شخصيتي؟ شخصيتك. الكسل. بجد؟ والله. وانا كمان وحياة ربنا. لا أنا بجد الموضوع ده انا بعاني منه يعني. لا كسول 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 قوي 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 يا لهوي. تفتكر عشان تلاقي حب حياتك محتاج تسيبها للقدر ولا تبذل مجهود وان انت تقعد تدور او تبحث؟ هو برضو ممكن الاثنين، يعني تمشي الاثنين. القدر بيدخل شويه في العلاقات صح؟ القدر طبعا بيخش طبعا. انت ممكن يعني الصدف مثلا ده قدر برضو، ان انت تلاقي حد كده مثلا صدفة، فدي مثلا بعد الصدفة دي انتوا خلاص بقى بقيتوا مع بعضكم، فلما دي صدفة اللي هو برضو بتسمى قدر، فالاتنين تمام يعني معاك. طب وبعدين؟ مش عارف. وبعدين انا هقعد امشي 2 ولا ايه؟ ما بين صحابك انت معروف بايه؟ بنشر البهجة والسعادة عن كل الناس. ما هو واضح. واضح. طلعت بالسلم على فكرة. بجد؟ والله. شكلك هتوصل قبلي؟ معقولة؟ كده. هقتلك. ايه احسن نصيحة اتقالت لك في حياتك؟ احسن نصيحة يعني هم نصايح كتير، بس طب ايه اكتر حاجة اثرت فيك؟ ما هو الواحد ما بيتعلمش منهم. ايوه وحياة ربنا صح. ما حدش يعني بيتعلم بالنصيحة. احنا بنتعلم اما بنتلسع. ايوه يعني قرايبي واهلي ومش عارف ايه واخواتي وكده، بس الحمد لله ما بمشيش واحد منهم. انتوا لسه هتقعدوا تنصحوني. الصراحة يعني الصراحة ما فيش نصيحة حطيتها هدف في حياتي الحمد لله يعني. جدع برافو عليك. مش هل تقدر تقول عن نفسك انك اختبرت الحب الحقيقي قبل كده؟ دلوقتي؟ لا. حاليا لا؟ طب وقبل كده؟ قبل كده وانا صغيره كنت حاسه ان ده الحب بقى وما فيش منه يا وقلوب طايره في الهواء يا جماعه حتى. بس دلوقتي انا مقتنعه ان انا ما حبيتش حد اصلا يعني. كان يعني لسه ما جربتوش. كنت ولا جربوه كده يعني. ايه اكتر صفه كويسه اتعلمتها وانت صغير وعاوز تنقلها لاولادك؟ حب الخير للناس. حاجه حلوه برضو، لازم اولاد كلها تطلع على حاجه زي كده، تفرق والله العظيم.
مش كل الناس هتربي بتعرف اجيال تعمل كده. محترمه مش وحياه كل الناس ربنا بتعرف تعمل الحاجه دي بجد. بالذات. انا احترمك. وبعدين بقى هنقعد نمشي اتنينات ولا ايه؟ في ايه؟ تعتبر نفسك مدمن على ايه بالظبط؟ مدمن على السوشيال ميديا. في فيسبوك وانستجرام والكلام ده يا جماعه انا بصحى من النوم وحياه ربنا الموبايل لازم اول حاجه بمسكها اطمن على فانزيتشي واطمنهم على اقول لهم بونجور وكده والقهوه وكده. حاسه انا اللي هكسب مش عارفه ليه. شوف اقسم بالله السؤال بس في الجول. ايه اول انطباع خدته اول ما قعدت معايا؟ اول ما قعدت معاكي دمك خفيف. ايه رايك؟ حب الناس يا جماعه. دي بقى دي عايزاكي. ايه ده؟ الله اقسم بالله كسبت وحياه ربنا. سألني بقى السؤال الاخير. عمرك اخدت قرار وشلت حد من حياتك تمام ولا ايه؟ كتير جدا. ده القرار الوحيد اللي باخده في حياتي اصلا. عادي كده اني ببعد عن الناس على طول. طب ما كده مفيش ولاء يعني. لا ما هم مؤذيين. هو انا بنام اصحى الاقي نفسي بعدت؟ لا هم مؤذيين. اسباب. طبعا. خلاص اخيرا اتحقق حلم اشجان. تصدق يا عزمي انا لغايه دلوقتي مش قادره اصدق. انا حاسه ان لو كنت كتبت ده في روايه من رواياتي ما كانش حد هيصدقها. انا عن نفسي هصدق اشجان. انا كل دقه في قلبي بتردد بكلمه واحده. ويا ترى يا عزمي ايه هي الكلمه دي؟ بحبك. انت بتقول ايه؟ بحبك يا اشجان. مش ممكن خالص. الرساله دي كل الناس سمعتها. العالم كله عارف انك بتحبني. بس انا لسه ما جاليش رد يا اشجان. بحبك بحبك بحبك. لا. عشان هو متسرع. ماشي. ليه؟ يعني الحلقة كانت حلوة يعني هزرنا وضحكنا يعني دمها خفيف. فكرة البرنامج عجبتني جدا ودي أول مرة أعمل حاجة زي كده فبصراحة أنا كنت مستمتع يعني بيها وإن شاء الله أجربها تاني لأن هي كانت حلوة جدا بالنسبة لي. الصراحة هي كانت حاجة جديدة بالنسبة لي وأنا أصلا عامة بحب أجرب الحاجات الجديدة. برنامج حلوة جدا فكرته عجبتني جدا ويا رب أكون بسطتكم واستنونا في حلقة جديدة من برنامج مش تندر.